السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة خمسة الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مس حنان الشحات. هنشرح النهاردة درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. هنبتدي في الوحدة التانية اللي بتكلمنا عن لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا. أول درس معانا انتصارات بلدنا عبر العصور. هنشوف انتصارات الجيش المصري عبر العصور المختلفة في مصر. تعالوا نبتدي الدرس بتاعنا. عايزين نعرف إن الجيش المصري متميز بعديد من القيم والأخلاق الحميدة، أهمها إن عمره ما اعتدى على حد ودايما كانت معاركه دفاعا عن بلده. كمان الجندي المصري بيتميز بعدة صفات، أهم الصفات دي الشجاعة والصبر والثبات عند الخطر وكمان الإقدام. يلا بينا نشوف انتصارات مصر عبر العصور. أول انتصار حققه الجيش المصري كان في الدولة القديمة، بالتحديد في عصر الملك زوسر. لما الملك زوسر تولى حكم مصر كنا في بداية الأسرة الثالثة. في الوقت ده مصر تعرضت لهجوم شديد على حدودها الشمالية الشرقية من بعض القبائل اللي عايشة في فلسطين. فما كان من الملك زوسر إلا إن هو يوحد جيوش أقاليم مصر وينظمها ويسلحها. فكانت النتيجة إنه نجح في صد الهجمات وحماية أرض شبه جزيرة سيناء من القبائل اللي كانت عايزة تعتدي عليها. أما بقى في عصر الدولة الوسطى فمصر تعرضت لخطر شديد جدا، هو خطر الهكسوس. الهكسوس دولت ناس جايين من قارة آسيا، غزو مصر في نهاية عصر الدولة الوسطى، يعني بالتحديد في عصر الضعف الثاني. طب إيه أسباب غزو الهكسوس لمصر يا ترى؟ أسباب غزو الهكسوس لمصر كثرة الصراعات بين الحكام وانتشار الفوضى. يبقى بما تفسر غزو الهكسوس لمصر بسبب كثرة الصراعات بين الحكام وانتشار الفوضى في البلاد. يا ترى الهكسوس فضلوا يحكموا مصر قد إيه؟ فضلوا يحكموا مصر 150 سنة، يعني قرن ونص من الزمان، قرن ونصف من الزمان الهكسوس بيحكموا مصر. طب وبعدين يا ترى إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في ملك شاب قوي جدا اسمه الملك أحمس. الملك أحمس كان ينتمي للأسرة ال17. الملك أحمس قرر إن هو يهزم الهكسوس ويطردهم من مصر. مين اللي شجعته على كده؟ شجعته أمه الملكة إياح حتب. وعلى الرغم من إن زوجها سقنا رع والد أحمس وأخو أحمس الأكبر وابن إياح حتب قتلوا أثناء الكفاح ضد الهكسوس، إلا إنها صممت إن لازم أحمس يطرد الهكسوس من مصر. بتشجيع الملكة إياح حتب طرد أحمس الهكسوس من مصر، وبكده أصبح بطل التحرير لأنه حرر مصر من الهكسوس بعد 150 سنة، وطارد الهكسوس ومؤسس عصر الدولة الحديثة. يبقى ما النتائج المترتبة على طرد أحمس للهكسوس من مصر؟ أصبح أحمس بطل التحرير وطارد الهكسوس ومؤسس عصر الدولة الحديثة. مين اللي شجعته يا ترى؟ شجعته أمه الملكة إياح حتب. تعالوا نشوف انتصارات المصريين في عصر الدولة الحديثة. عندنا ملكين مهمين جدا، الملكين دول هم تحتمس الثالث ورمسيس الثاني. نبتدي بتحتمس الثالث. الملك تحتمس الثالث هو يعد من أعظم الملوك اللي حكموا مصر. قاد 16 حملة عسكرية ليمس لتأمين حدود مصر من الأعداء. عمره ما اتهزم في ولا معركة، لم يهزم في أي معركة من ال16 معركة. أشهر المعارك اللي قادها رمز تحتمس الثالث هي معركة مجدو. تعالوا نشوف معركة مجدو حصل فيها إيه.
الملك تحتمس قرر إن هو يهاجم العدو بمفاجأة غير متوقعة. اختار إنه يدخل مدينة مجدو اللي موجودة في فلسطين وفيها أكتر أعداء لمصر من أقصر الطرق، يعني طريق قصير جدا ولكنه خطير جدا جدا وصعب. الطريق ده طريق ضيق ما يسمحش بمرور إلا شخص واحد بس. فأمر الملك تحتمس الثالث الجنود بحمل الأسلحة وفك العربات وحملها، وعدوا من الطريق ده واحد ورا التاني، ووراهم الجنود والأحصنة في خط واحد بيقودهم الملك تحتمس الثالث. الهجوم ده أدى إلى تفرق صفوف أمراء آسيا بقيادة أمير قادش اللي هو كان عايز يهجم على مصر ويعتدي عليها. هرب كل أمراء آسيا وأمير قادش كمان داخل مدينة مجدو. فالملك تحتمس أمر بحفر خندق حوالين مدينة مجدو وحاصرها لحد لما استسلموا، وبكده انتصر الجيش المصري انتصار ساحق على أمير قادش وعلى أمراء آسيا. يبقى معركة مجدو يا حلوين هي أشهر معارك الملك تحتمس الثالث. المعركة دي كانت معركة مختلفة جدا. ليه؟ لأن الملك تحتمس الثالث قرر يعمل مفاجأة للأعداء، يدخل المدينة من طريق مختلف تماما، طريق محدش أبدا يتوقع إن ممكن جيش يعدي منه، لأن الطريق ضيق ما بيعديش منه غير واحد بس. الملك تحتمس أمر الجنود بتوعه إن هم يشيلوا الأسلحة بتاعتهم ويعدوا وراه في خط واحد. ففاجئ أمراء آسيا وأمير قادش اللي هربوا واتفرقوا داخل مدينة مجدو. وكده الملك تحتمس استطاع إن هو يحاصرهم حصار شديد لحد ما استسلموا، وبكده انتصر الجيش المصري انتصار ساحق على أمير قادش. تعالوا لما نشوف الملك رمسيس الثاني. الملك رمسيس الثاني انتصر على الحيثيين في معارك كتيرة جدا. مين الحيثيين؟ برضو ناس في آسيا حاولوا إن هم يستولوا على الإمبراطورية المصرية، ولكن الملك رمسيس الثاني خرج ليهم وهزمهم هزيمة ساحقة في معركة قادش اللي هي أشهر معركة في تاريخ مصر، زيها زي معركة مجدو. معركة قادش كانت ضد الحيثيين اللي هم أهل سوريا، سكان سوريا دول اسمهم الحيثيين. انتهت المعركة بانتصار الملك رمسيس الثاني وتوقيع أول معاهدة سلام في التاريخ. الملك رمسيس الثاني يعد بطل الحرب والسلام. ليه يا مس؟ لأنه بعد لما انتصر على الحيثيين عقد معاهم معاهدة سلام. طب ليه عقد معاهدة سلام؟ عشان يحقق الأمن والاستقرار. يبقى نتائج معاهدة السلام اللي عقدها الملك رمسيس الثاني تحقيق الأمن والاستقرار للطرفين. يبقى ما ننساش قائد معركة مجدو هو مين؟ أيوه، الملك تحتمس الثالث. طب وقائد معركة قادش؟ بالظبط الملك رمسيس الثاني اللي عقد مع الحيثيين أول معاهدة سلام في التاريخ. تعالوا لما نشوف انتصارات مصر في العصر الحديث. انتصارات المصريين حديثا أو انتصارات المصريين في القرن العشرين. أشهر انتصارات المصريين في القرن العشرين كانت حرب السادس من أكتوبر اللي حصلت سنة 1973. بين مين ومين؟ بين مصر وإسرائيل. مين قائد الحرب دي؟ الرئيس محمد أنور السادات اللي بيتسمى بطل الحرب والسلام. طب سبب المعركة إيه؟ سبب المعركة تحرير أرض سيناء من الاحتلال الإسرائيلي. قبل حرب السادس من أكتوبر الإسرائيليين روجوا ونشروا في العالم كله إن جيشهم جيش لا يقهر، وحطوا خطط كتير عشان يأمنوا خط اسمه خط بارليف. كانوا حاطينه بانيين الخط ده بناء محكم عشان يمنعوا المصريين إن هم يعدوا لشبه جزيرة سيناء. ولكن الجيش المصري استطاع بالإيمان والتخطيط إن هو يفاجئ العالم كله ويعبر قناة السويس ويدمر خط بارليف في 6 ساعات فقط، ويهدم أسطورة الجيش الذي لا يقهر اللي الإسرائيليين كانوا بيقولوا عليه.
خلي بالكوا كمان إن أثناء الحرب الجيش المصري استخدم اللغة النوبية كشفرة في الاتصالات اللاسلكية، يعني استخدم اللغة النوبية عشان يتواصل بيها مع بعض، وبكده عمر الإسرائيليين ما يعرفوا المصريين بيقولوا إيه بينهم وبين بعض، لأن اللغة النوبية لغة صعبة جدا أقرب للغة المصريين القدماء. كمان إحنا دمرنا خط بارليف ده باستخدام خراطيم المية، مع إنه كان خط صعب جدا، ولكن بذكاء المصريين وبالتخطيط الجيد استطعنا إن إحنا ندمر خط بارليف في 6 ساعات. تعالوا نشوف نتائج حرب أكتوبر. نتائج حرب أكتوبر: هزيمة الجيش الإسرائيلي وتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. إيه معاهدة السلام دي؟ اتفاق بين مصر وإسرائيل إن الحرب تقف بين الطرفين. طب ليها أهمية؟ أكيد. أهمية معاهدة السلام إن إسرائيل خرجت تماما من شبه جزيرة سيناء، استعادت مصر أرض سيناء، وكمان مصر اتفرغت لمشروعات التنمية وتحسين حياة المصريين، بدل ما كنا نصرف كل الفلوس بتاعتنا على الحروب. يبقى أهمية معاهدة السلام يا حلوين: استعادت مصر أرض سيناء، واستطاعت مصر التركيز على مشروعات التنمية وتحسين حياة المصريين بدل من إنفاق مواردها على الحروب. إزاي مصر حققت السلام؟ مصر حققت السلام إن هي بتشارك في الاحتفال باليوم الدولي للسلام اللي بيوافق يوم 21 سبتمبر من كل عام. كمان مصر عمرها أبدا ما كانت بتلجأ للحروب إلا دفاع عن أراضيها وأمنها القومي. عشان كده أول معاهدات السلام خرجت من مصر. يعني زمان الملك رمسيس الثاني عمل معاهدة مع الحيثيين، وحاليا في الوقت الحالي الرئيس محمد أنور السادات الله يرحمه عقد معاهدة سلام مع مصر وإسرائيل. عشان كده ده دليل إن مصر طول عمرها بتلجأ للسلام. إحنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. كالعادة لما بنخلص الدرس بنعمل إيه؟ أيوه بنحل. برافو عليكم. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. تصدى الملك زوسر لهجمات الأعداء وقام بحماية أرض سيناء. طبعا صح. تم تحرير مصر من غزو الهكسوس على الملك تحتمس الثالث. لا غلط طبعا، على يد الملك أحمس. خاض الملك رمسيس الثاني معارك كثيرة ضد الفرس. لا طبعا غلط، ضد الحيثيين. لم يستطع الجيش المصري تدمير خط بارليف المنيع. غلط، ده دمره بإيه فاكرين؟ أيوة دمره بخراطيم المية. انهزم الملك رمسيس الثاني في معركة قادش. غلط طبعا، انتصر ضد الحيثيين. استطاع الرئيس أنور السادات الانتصار على العدو في حرب السادس من أكتوبر. صح طبعا. شجعت إياح حتب أحمس على محاربة الهكسوس وتحرير مصر. طبعا حتى بعد ما اتقتل جوزها وابنها الكبير في الحرب. دمر الجيش المصري خط بارليف في 6 ساعات. صح طبعا، وكده دمر أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. تعالوا لما نشوف بما تفسر. يعد الملك رمسيس الثاني أول من دعا للسلام في التاريخ. ليه؟ لأنه عقد معاهدة سلام بين الحيثيين، بين مصر وملك الحيثيين. إنشاء متحف بانوراما حرب أكتوبر. ليه تم إنشاء بانوراما حرب أكتوبر؟ لتخليد انتصارات المصريين في حرب أكتوبر. قيادة الملك تحتمس الثالث ل16 حملة عسكرية لصد هجمات أمراء آسيا على حدود مصر وحماية مصر من الأعداء. قيام مصر بحرب أكتوبر 1973 لاسترداد أرض سيناء من إسرائيل. ما النتائج المترتبة؟ انتشار الفوضى والصراعات بين الحكام في عصر الضعف الثاني. أيوة، أدى إلى غزو الهكسوس لمصر. ما النتائج المترتبة؟ انتصار الملك أحمس على الهكسوس، طرد الهكسوس من مصر، وأصبح الملك أحمس مؤسس الدولة الحديثة. خطة الملك تحتمس الثالث في معركة مجدو اللي حصل.
أيوه بالضبط، فرار أمراء آسيا وأمير قادش إلى مدينة مجدو وانتصار الملك تحتمس الثالث. إحنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. كالعادة يا حلوين، إذا عجبكم الدرس اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس، تحطوا تعليق عشان رأيكم يهمني. بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.